أنا في الأول كنت متجوزة واحد أخدته غصبٍ عني، أهلي جوزوني ليه وكان وقتها عندي 16 سنة، جبت منه ولد وعمري ما حبيته، لا قبل الجواز ولا حتى بعد الجواز، وقلت له الموضوع ده مليون مرة. المهم انفصلنا بعدها وأنا كنت براعي ربنا في الوقت اللي أنا عشته معاه فيه، وكنت وقتها كمان لسه مخلفة ابني، وقلت له سيبني وأنا هعرف أعيش وأربي ابني كويس. وبعدها ب6 سنين اتعرفت على شخص، قلت له أنا شايلة فكرة الجواز من دماغي خالص، لكن هو قال لي إن هو بيحبني وشايف إن حياته مش هتكمل غير معايا. كلمت ماما واخواتي وهم وافقوا، ما قالوش حاجة، وكان هو وقتها مسافر. بلغته ونزل واتجوزنا فعلا، وكان بيخاف ربنا جدا في حياته معايا، وعمره ما حرمني من حاجة ولأجل الأمانة. وبعدين حصل حمل، لكن هو وقتها كان مسافر لأن هو بيشتغل في بلد عربي. وبعد بفترة قال لي أنا عملت مشكلة مع الكفيل ونزل ومعرفش يسافر تاني. وكنت لسه يدوب وقتها والدة، وكنت قاعدة عند ماما كمان، واهله كده كده مش بيساعدوا، ما يعرفوش عنه حاجة ومش عايزين يعرفوا عنه حاجة، وهم عاملين معايا مشاكل من ساعة الجواز، وما حضرولوش لا فرح ولا جواز ولا يعرفوا حاجة. فقلت له ولا تزعل، احنا ان شاء الله ناكلها بملح. وقفت معاه وبعت ذهبي واستلفت له واشتريت عربية، ومن العربية دي اشترينا عربية تاني، وربنا كرمه اخر كرم. لغاية ما جه قال لي طب انا هبيع عربية واخلي واحدة واشتري بالفرق ده محل اعمل فيه شغلي. قلت له تمام، بس اللي اتبقى من بيع العربية نسدد بيه اللي احنا استلفناه. قال لي لا انا هسد اخواتي الاول عشان دول ما بيصبروش. فلما باعها وسد اخواته اضطريت انا برضو اتصرف واحوش واشيل واسد للناس اللي انا كنت واخده منهم، وبقيت بشتغل معاه في المحل وبنزل وكانت حياتنا حلوه جدا. لكن فجأة لقيت اسلوبه اتغير وبقى وحش، وعلى طول بيتكلم في التليفون وكأني مش موجوده معاه في البيت ولا بيتكلم معايا، رغم ان ما كانش يستحمل حتى ان انا ابعد عنه او ما اتكلمش معاه. وبقى بيغضبني ويوديني عند ماما بالمرتين والتلاتة، وساعات اقوم بالليل الاقيه سهران وبيتكلم برضه. اسكت واعديها واقول هو اكيد عارف هو ان هو مش بيعمل حاجه غلط، ده بيراعي ربنا وبيخاف ربنا. بعد كده لقيته على طول بيتلكك عشان ما بقاش موجوده في البيت، لدرجه ان اهلي لما جم في العيد يعيدوا علينا قال لي روحي معاهم. طب ليه الاذيه دي؟ ده انا بخاف ربنا فيك، ليه تتغير مره واحده كده؟ مش عارفه. وانا اقول مفيش حاجه وبكره هيتصلح وهيجي يصالحني، ولغايه دلوقتي لا جه صالحني ولا يعرف عني حاجه ولا اعرف عنه حاجه. وانا خلاص قلت كده هي حياتنا خلصت، لا بقيت طايقاه ولا بقيت عايزاه. على قد ما حبيته على قد ما كرهته. بس انا مشكلتي ان انا عايزه ارجع اربي بنتي، ذنبها دي تبعد كده؟ مش كفايه ابني الكبير بعد عن ابوه؟ فبقيت دلوقتي مش عارفه ارضى بنصيبي واقول خلاص اهي عيشه والسلام، ولا اتطلق واقول خلاص برضو دي حياتي واقول كده كفايه. مش عارفه.